بداية أن أرحب بكم على أرض المغرب، وإن كنتم في غير حاجة للترحيب فقد حللتم بين أهلكم وإخوتكم، كما كان الشأن دائما في الماضي كما سيبقى على الدوام. كما أود أن أعبر لكم جميعا عن شكري وامتناني لتمكين بلدي من تنظيم دورة 2025 لكأس أفريقيا للأمم، والذي نعتبره تشريفا نعتز به وتكليفا نقبله بكل جدية ومسؤولية والتزام. لن أذيع سرا إذا أخبرتكم أن تنظيم هذا الملتقى القاري الهام يحظى بتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأمنا أفريقيا. انتماء مشترك صنعنا من خلاله تراثا مشتركا وهويات متداخلة، وكتبنا معا صفحات من التعاون والتآزر في أيام الشدة، خاصة أثناء الكفاح المشترك من أجل الاستقلال والحرية. هكذا عشنا حصتنا من المسيرة الأفريقية نحو التقدم وتحقيق الذات في عالم يصر على نسيان أن أفريقيا هي مهد البشرية. وإذا كانت للمغرب علاقة خاصة ببعده الهويات الأفريقي فلأن عمر كيانه الوطني ضارب في القدم، وعمر دولته في شكلها الحالي يمتد إلى أزيد من 12 قرنا. لكل هذا وللكثير من الأمور التي لا يتسع المجال للوقوف عندها، نعتبر أن تنظيم المغرب لهذا الملتقى الكروي الأهم فرصة لنجدد التزام المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى جانب أشقائنا الأفارقة للمضي نحو مستقبلنا المشترك في المجال الرياضي، ولكن كذلك في المجال التنموي الأعم والأشمل. قد حرصت المملكة المغربية على توفير كافة أسباب النجاح لهذا الملتقى القاري، سواء على مستوى البنى التحتية من ملاعب وفضاءات التدريب وكل اللوجستيك المصاحب لذلك، وكذا للجماهير التي ستجد كل الدعم لمواكبة احتياجاتها حتى نجعل من هذه الدورة مناسبة للفرح وتثمين جسور المودة بين شبابنا وشعوبنا بصورة عامة، موقنين أن نجاحنا جميعا كقارة سيكون مرحلة أولى ستتلوها مرحلة ثانية، سيكون نجاحنا فيها نجاحا لإفريقيا كلها، وأقصد هنا تنظيم مونديال 2030. إننا هنا من أجل الدفاع عن قيم السمو الإنساني التي نسعى لتكريسها لدى شبابنا وأطفالنا، قيم كرة القدم التي تذكرنا دائما أن العالم ليس في حاجة للاصطدامات في فضاءات الصراع، بل في حاجة إلى منافسة على أرضيات تنتج الفرح والسعادة، أرضيات العشب الأخضر. وسنستمر جميعا إن شاء الله في بناء الحلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن نبدأ معك مصطفى حجي، المنتخب أو البلد المضيف. إذن طبعا المغرب المغرب طبعا هو الذي نجح أو اجتاز المسابقة بامتياز. هناك بلاعبين ممتازين مثل إبراهيم دياز وأشرف حكيمي، وسيكونوا في المجموعة ألف في الموقع ألف واحد. جزر القمر
تنضم إلى المجموعة الأولى مع المغرب. زيمبابوي طبعا. منتخب بوتسوانا نسخة ستكون في المجموعة الرابعة. السودان كذلك يعني لعبت أدوار مسارا كان لها مسارا جيدا، وسوف تلتحق بالمجموعة الخامسة الذي سيأتي في الموقع الثالث مع المغرب في المجموعة الأولى. زامبيا. منتخب أنغولا ستكون في باء 3 في المجموعة الثانية. أوغندا تكون في المجموعة موقع هاء 3. الجابون فهود. مالي. نسور مالي في مالي، وهي حققت يعني أفضل الأرقام خصوصا على مستوى الدفاع.